السلام عليكم. من بعد الإهانة اللي تلقاها الوفد الجزائري في أندونيسيا، وأنهم شدوا عليه الرقابة والحراسة وقلبوا لهم الأمتعة ديالهم، الكارطابل ديالهم، وشافوا واش مدخلين شي حاجة، واش باغيين يديروا شي حاجة بحال داك الشكل اللي داروا في تيكاد، ومنعوا دخول البوليزاريو، وسمحوا الجزائريين الأصليين اللي يدخلوا، لأنهم شافوا التلاعب ديال الجزائر اللي فضحوا المغرب. هاد الفضيحة اللي دار المغرب للجزائر في تيكاد غادي تخلي كاع الدول تشدد الحراسة على الجزائريين، وهي بدات من اندونيسيا. هنا الجزائر ما غاديش مرضاوش، ما عجبهمش الحال واغتاظوا، وبالتالي غادي ينسحب أحمد عطاف من الاجتماع، وغادي يخلي الممثل ديالو تما، إلا أنه بالشكل الرسمي انسحبت الجزائر من هذا اللقاء ديال تيكاد اللي غادي يكون في هذه الأيام هذه. هو لقاء اقتصادي ديال اندونيسيا مع دول افريقيا. وهنا اندونيسيا طبقت قرار الاتحاد الافريقي بمنع البوليزاريو وجمهورية الوهم من المشاركة في الملتقيات الاقتصادية ديال افريقيا ودول العالم. وكان قرار في اكرا اللي كان واضح، وان ديك الصبيانيه، ديك الافعال الصبيانيه ديال الجزائر ما بقاتش غادا تعاود، لان صافي الدول ولات واخده الاحتياط، عارفين بانهم راهم مع دوله كرتونيه، مع جمهوريه الموز، ينتظروا منها كل شيء. وهذا هو اللي خلاهم يراقبوهم، لان لو كانت الجزائر دوله محترمه وتحترم راسها وتحترم الاعراف الدوليه، ما كانش ممكن توقع في هذه الفضيحه اللي وقعها فيها المغرب. هي وقعت راسها لان هي اللي دارتها. المغرب نقل الصوره للعالم. المغرب كانت المخابرات ذكيه ورصداتهم من البدايه حتى دارت عطاتهم النهايه، وعطاتهم الصور اللي حتى هما روجوها. مصيبتهم انهم بلداء، هما روجوا الصور اللي نشرتها المخابرات المغربيه، اللي عطاتها لهم المخابرات المغربيه، وما نشروها على اساس انهم حققوا انجاز. وهما باش ما فهموا حتى الاخر بانهم راه داروا فضيحه لرصانهم، فضحوا رصانهم بيديهم. وهنا سجلت على الجزائر انها دوله غير موثوق فيها، وانها دوله خص الدول تحتاط وتراقبها، وان ما لا يعتبرونهم دوله، خصهم ولاو يعتبروهم عصابه يمكن توقع منها اي حاجه ديرها. فلهذا خصك دير الاحتياط. كانت البدايه من اندونيسيا، حطاتهم في مربعهم الحقيقي، اعتبرتهم دولة مارقة ممكن تنتظر منها أي حاجة. فمن الأحسن أنك تراقب باش ما تكونش المفاجأة، دير خدمتك باش ما المفاجأة. وبالتالي الوفد الوحيد اللي غادي يدوز في الجمارك هو الوفد الجزائري. وانا ما رضاوش، سي نورمال. وحنا نتسناو المخرجات ديال هذا اللقاء، ونشوفوا السي ناصر بوريطة كيفاش غادي يصول ويجول في هذا اللقاء، في هذا الوقت اللي الجزائر تنسحب. ايوا كل واحد راه يحط راسو في بلاصتو، كما يقولوا المغاربه، فين ما حطيت راسك تلقاه. حط راسك في شي بلاصه تلقاه، حط راسك في الزباله تلقى راسك في الزباله، حط راسك في حديقه فيها الورود تلقى راسك في حديقه فيها الورود. انت وقيمتك، انت غتقيم راسك، ماشي الناس اللي يقيموك. انت فين ما حطيت راسك تلقاه. وهذا هو هذا هو الواقع، هذه الحقيقه. يلا مبروك على الجزائر هاد النكسه الجديده من بعد النكسه ديال تيكاد، او الفضيحه ديال تيكاد. هاي النكسات بداو، وغادي نبقاو نسجلوا كل ما توقع لهم شي حاجه بحال هكا، ولا سيما في هذه المنتديات الثقافيه.
ننتظر بان كل شيء غادي يراقب الجزائريين، حتى واحد ما غادي يخليها توقع له ولا يتصيد ولا يدار ليه ضجه، ولا من الاول غادي يبداو يفلتريو. وهذه فضيحه ما قدها فضيحه. يعني هذه على مدى السنوات دابا، على مدى اكثر من 4 سنوات، حنا غاديين في 6 سنين دابا وحنا نرصدوا يوميا كاينه فضيحه على الجزائر يوميا. يعني اي حركه غتحرك الجزائر والا تجر معها خيبه الامال والفضائح. تسناو. يلا نتمنوا تدعموا هاد الفقره وباش يطلقوا لنا هاد القناه، لان يولي عندها حق دير لي لايف. خاصنا واحد 50 ابوني. نتمناو باش اللي شاف هاد القناه يدير معنا ابوني، يدير معنا يد الله باش يطلقوا لنا اللايف. يلا السلام عليكم وشكرا للجميع.